تعالوا اقول لكم عن السر اللي غير شعر ولادي 180 درجه، والسر في روتين توفي كيدز. عايزه اقول لكم ان المنتجات دي طبيعيه 100% وخاليه من المواد الكيميائيه والسلفيت اللي بيأذي شعر ولادنا، غير ان اسعارهم تحفه. وكمان عاملين رحله للغردقه اكلمكم عليها في اخر الروتين. اول حاجه ابتدي بيها الشامبو. عايزه اقول لكم ان انا استخدمت لها شامبو الشيا. شامبو الشيا بيرطب ترطيب عميق جدا للشعر. انا بستخدمه للشعر الكيرلي او الويفي، لان انا طبيعه شعر ولادي كيرلي وويفي. تاني حاجه بقى ما اقدرش استغنى عنها وهي البلسم. البلسم ده يا جماعه اساسي في الروتين، بيسلك الشعر وبيسيبه مترطب وبيلمع وبيبقى تحفه. وبعد كده عدت نفس الروتين مع سليم بنفس الطريقه، هو نفس الروتين بعمله مع ولادي كلهم. واكيد مش ههتم بشعرهم وانسى جسمهم. عايزه اقول لكم بقى ان الشاور جل توفي كيدز ريحته تحفه، وبيسيب بشرتهم ناعمه جدا جدا ومترطبه، وريحتها بتبقى دايما جميله. تعالوا اكلمكم بقى عن الهير اويل والهير كريم. دول ما اقدرش استغنى عنهم، حتى انا بستخدمهم. عايزه اقول لكم ان الهير اويل انا بستخدمه لها، بعمل لها بيستايلنج لشعرها كده، بيسيب شعرها مترطب وبيلمع وبيبقى شكله جميل قوي. وفي اللحظات دي بقى بفرح جدا جدا بطبيعه شعرهم، ان هي اتغيرت وان الموضوع اتحسن عن الاول بكتير. الهير كريم بقى بستخدمه لادهم وسليم وجوري، لان هم شعرهم كيرلي وده بيسيب شعرهم مترطب جدا وبيلمع زي ما انتم شايفين. وانا مبسوطه بالنتيجه اللي وصلت لها مع روتين توفي كيدز، لان انا شعرهم دلوقتي بقى مترطب وبقى بيلمع، وطول الوقت الحمد لله بحس ان شعرهم شكله صحي وجميل. تعالى اقول لكم بقى ازاي تكسبوا رحله للغردقه. لو صورت طفلك وهو بيستخدم منتجات توفي وحطيتها في الكومنتات على بوست المسابقه المثبت على صفحتهم، والفيديو اللي هيجيب اعلى لايكات هيكسب رحله للغردقه لمده 5 ايام.